شهدت الساحة الإعلامية ترويجا واسعا من طرف جبهة البوليساريو ووسائل إعلام جزائرية لخبر استقبال وفد عنها بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، واعتبر ذلك مكسبا دبلوماسيا في سياق مواجهة الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. غير أن معطيات متطابقة تشير إلى أن هذا الحدث تم تضخيمه إعلاميا ولا يعكس تحولا حقيقيا في الموقف الروسي. في الواقع لم يتم استقبال الوفد من قبل وزير الخارجية الروسي أو أي مسؤول سياسي بارز، بل من طرف كيريل ميخائيلوفيتش لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، وهو منصب إداري لا يحمل دلالة سياسية قوية. كما أن اللقاء تم مع الجبهة بصفتها تنظيما وليس باعتبارها ممثلة لكيان دولة، وهو ما يتماشى مع موقف موسكو التي لا تعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية. ومن المؤشرات الدالة أيضا على الطابع المحدود لهذا اللقاء غياب الأعلام خلال الاستقبال، ما يعكس عدم وجود أي طابع رسمي بين دولتين. إضافة إلى ذلك، لم يتم نشر الخبر عبر المنصات الرسمية للخارجية الروسية، بل اقتصر على موقعها الإلكتروني في صيغة مقتضبة. أما مضمون اللقاء فقد بقي في إطار الخطاب الروسي التقليدي القائم على الحياد، حيث أكدت موسكو ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف وفق قرارات مجلس الأمن ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو موقف لا يخرج عن التوازن الذي تحرص روسيا على الحفاظ عليه بين علاقاتها مع المغرب والجزائر. ويتقاطع هذا الطرح مع المسار الأممي الحالي، خاصة القرار 2797 لسنة 2025 الذي يدعم حلا سياسيا تفاوضيا. ويستند هذا المسار إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 بمشاركة مختلف الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة.